صلى وسلم وبارك لك يا حبيبي يا رسول الله. الشجرة دي بيطلع لها في الخشن ده، اخلطه كده. شوفوا الخلطة اللي انا بحطها. تمام على ده دشة وسط على عيش بقى. نحط ايه؟ عيش اهو. مين يا رودين؟ لسه اهو نص على في خشن ونص دش لسه، ولسه هنا عيش هكمل بيه. خلطة مكونة من عيش وتشيشة حلة دي كبيرة اوي يا احمد، كنا عايزين حاجة صغيرة نعبي بيها، حلة صغيرة او طبق صغير منها. ازاي دي كلها؟ مش صغيرة اوي يعني وسط كده. الأرض ازيكم يا حلوين، يا رب تكونوا بخير. الصور اللي بيطلع من الأرض مصورناش أنا. ادي تثبت الكاميرا يلا. بعدلها يلا. نايهو انت بتجيب ناني. يو بوظ الفيديو، مبعرفش يصور ولا ينيم. عملت وقفت وشغلت تاني. ها طب وقف بقى يا جاموس. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم زدني من فضله يا رب، اللهم زدني من فضله انا وكل من قال امين اللهم امين. طبعا مسكت الارضيه النهارده زي ما انتم شايفين كده، قلت ايه انضف بالسكينه وانا قاعده، علشان النظافه اليوم صدقوني صحه، النظافه للطيور صحه. تمام. فبدأت كده بالسكينة، وبقالي فترة أنا مشغولة عنهم. شفتوا دول؟ بقالي فترة مشغولة عنهم ومش عارفة أطلع أنضف لهم، فهمسك الأوضة كلها بالمنظر ده كده. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. همسك الأوضة كلها بالمنظر ده كده. الموضوع متعب صدقوني، لو فضلت فترة سايباهم، يعني لو فضلت فترة سايباهم. الأساتذة دول اللي بيعملوا كده عشان الردة اللي بتتحط لهم والسرس والكلام ده. البط البغالي ده مقرف ويبوظ الدنيا، بيعوز يلعب في المية كتير، هو اللي بيعمل كده. من ساعة ما نزلتهم معاكم في الفيديو اللي فات على الأرض وهم عاملين لي الأرض بالمنظر ده، وانا الصراحة مش بحب أوضة الطيور تكون كده خالص. اسمع دايما يعني امي تقول انك ايه لو نظفت لهم بيصحوا، نظف لهم اول باول وهم يصحوا. فانا اول باول بكنس لهم. الصراحه الفراخ البلدي مش كده بكنس لهم وكله تمام.
والفراخ والبط برضو يا جماعة، والله البط البلدي برضو حلو يعني، نضفيله على طول اول باول. مش بيعمل كده. ايه اللي بيعمل كده بقى؟ دلق المية على العلف، دلق المية على الحمام بتاعهم، هو اللي بيعمل الكلام الطبقة دي. والبط البغال طبعا عايز يستحمى، عايز يغرق نفسه ويستحمى، فعشان كده بقى ايه، بحاول كل يوم جمعة كده ان شاء الله نعمل الروتين ده معاكم، روتين عميق بقى في تنظيف الأوضة. طبعا شفتوا والله الطبق ده كان جميل، كسروه الأساتذة دول، كسروه من الضرب طبعا. الأستاذ ده عمال ماسكهم ضرب بهدلهم، فأنا عايزة أعمل لهم مكان لوحدهم لأن كده مش نافع. وبقول شفتوا بياكل الريش، بياكل ريشهم أكل. دي أم الصابرين الغالية دي، عسولة حبيبتي. بس فبمسك لهم بقى ايه، زي ما قلت لكم كل يوم جمعه نعمل المنظر ده كده. انت بس بتعملي بالسكينه بيطلع معاكي طبقه ناشفه. الاماكن اللي فيها ميه بقى بتعذبك. حد يقول لي انت جايفه سايبه الاوضه، على فكره انا مش جايفه، انا اول مره اول باول بعمل لهم الاوضه. بس اللهم بارك العدد زاد في الاوضه، اللهم زادوا بارك عشان طبعا رمضان بقى كل سنه وانتم طيبين. العدد زاد في الاوضه فاوريدي يعني ال الكركبه هتزيد يعني، مش هتفضل قليله، لا اللهم بارك. يلا عشان نعمل دورة رمضان مع بعض. طبعا انا عملت لكم الخلطة اللي انا هحطها لهم النهاردة، اللي هي عبارة عن علف خشن بيدي، وعبارة عن اللهم صل على النبي عيش ودشة، وكمان الموضوع متعب صدقوني، بس ايه هتلاقوا راحة ما بعدها راحة ان شاء الله. نفسية بقى، نفسية. وتاني يوم بتلاقوها اتنيلت والله، بس اعمل اللي عليا برضو عشان ده سطح ما ينفعش السقف يبقى بالمنظر ده. بمسك بقى بالمقشه الاستاذه دي وانا قاعده على كرسي كده عشان ما اقدرش اقف طبعا وانا بعمل كده. جايبه زي درج كده قاعده عليه وامسك الارض، ما عدتش قادره. عملت نص الاوضه وصدقوني ما عدتش قادره، ايديا وجعتني. هلو خسوا، حسهم خسوا لما نزلوا على الارض، كانوا بياكلوا كويس فوق. مش عارفه خسوا ولا عشان هما نزلوا حسهم خسوا. شفتوا خاسين. اعمل لهم مكان الوقت ان شاء الله، او احط نصهم فوق ونصهم في البوكسه من تحت. هحاول اظبط الدنيا، هنضف البوكسه بس احط نص فوق ونص تحت. هما 8 يعني، احط 4 فوق و4 تحت ان شاء الله بامر الله. هخلص الاوضه كده واوريكم ان شاء الله انا عملت ايه. خلصت جزء كبير من الاوضه جزء كبير جدا. شفتوا يعني في فرق في فرق هنا، الارضيه باينه ازاي، وفي فرق هنا لا ان شفتوا في فرق ان انا خلاص شلت كل حاجه هنا، بس هتعوز كنسه بسيطه كده، ولسه الجزء ده كله ما اتعملش اللي هو الجزء ده. اللهم لك الحمد حتى ترضى يعني. هعمله دلوقتي، اكمله بقى وايه، واجهز لهم اكلهم كده وشربهم وهنزل. يلا حبايب قلبي اشوفكم اما اخلص الاوضه. حبايب قلبي كنا نضفت لهم الاوضه على قد ما قدرت الحمد لله. شفتوا بيغرقوا الدنيا ازاي في ثانيه اهو. دي بلدي ما هيش بغال، البغال هناك اهو، والذكر اللي بيعض فيه ده ناكل ريشه. عملت لهم الخلطه اللي احنا عملناها مع بعض امبارح، عباره عن عيش ورده وتشيشه. يلا ربنا يزيد يا رب ويبارك للجميع اللهم امين. لو عندك مكان ما تبخليش على نفسك تعملي مشروعك.
لو عندك مكان ما تبخليش على نفسك طبعا تعملي مشروع. وانا لميت حصادي من البيض النهارده، المفروض كنت اطلع لهم الساعه 5 عشان اخد حصاد البيض، بس انا طالعه بدري شويه. تمام، فطلعت بدري شويه. ايه، ما طلعلناش غير دول بس، الحمد لله، اللهم لك الحمد حتى ترضى يعني. حمدا لله. اهو شفتوا الاوضه بقت فله. شفتوا بنتك، والله دي بنتك يا بنتي، اتقي الله. يا رب زد وبارك، اللهم اجعلهم في الزياده يا رب، نحن واياكم، اللهم امين. ربنا يجعلهم في الزياده. لو عندك مكان ما تبخلش على نفسك. على فكره بحب اطلع عندهم قوي، اقعد معاهم، إيه كده، انضف لهم. بحب الحاجات دي، رغم وانا بنت على فكره ما كنتش بنوته لسه صغيره يعني، ما كنتش بحب، كنت بخاف منهم او ما بحبش تربيتهم يعني. بس صدقوني الحاجات دي حلوه قوي في البيت، رزق رزق يعني، رزق. لو انتي مش معاكي مثلا فلوس هتجيبي ده وتعملي لاولادك البيت ده، اللهم بارك، وتعملي للاولاد، فالحمد لله. هما رزق رزق من عند الله. برضو جايلك ضيف وما فيش، هتنزلي وتذبحي عشان اعرفك ان هما خير بس في البيت. انا مش بتاجر، مش بتاجر في الطيور ولا حاجه، انا مربيهم لاولادي ولبيتي، مش بتاجر. فانا بقولك لو عندك مكان مش لازم أن تبقي تاجرة او تتاجري، لا، هاتيهم لبيتك لاولادك. اللهم زد يا رب وبارك، اللهم امين. اشوفكم في رعاية الله في فيديو جديد. لو عجبكم روتيناتي مع طيوري ما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك في القناة، وكمان بكومنت حلو بتاعكم اللي بيشجعني. اشوفكم في رعاية الله حبيب قلبي، مع السلامة.